السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة كده هعمل صينية بطاطس وبقطع فراخ. طبعا الفراخ كانت عندي بايتة بصراحة وقلت هرميه، وعيالي غضبانين عليه مش عايزين ياكلوا. فرحت انا ورحت عاملاه بقى مقطعاه قطع كده، وحاطه فيه توابل كده وتوابل الفراخ، وحطيت عليهم بصلتين كده وقلبته في بعضه. فروحت نازله بقى بالبطاطس وهقلبه كمان في بعض، وهعملها ني في ني. وقطعت طماطم شرايح كده ورحت حطاها برضو زي الفل، وكنت احلى صينيه بطاطس. بصي جميله جدا جدا، كانت طعمها عسل. وادي الورك اللي كان، اللي قصدي الصدر اللي كان عيالي غضبانين عليه، اهو عملته لهم في اكله وكلوه الحمد لله، وكانت اكله زي الفل. فاحنا ستات بيوت شاطرة، وكل حاجة مركونة لينا في التلاجة بواقي اكل هنتصرف بيها. الست الشاطرة اللي تعرف تصرف نفسها وما ترميش اي اكل نهائي نهائي. يعني لو لقمة عيش ما ترميهاش، حرام. لم النعمة، والله العظيم هتحسي ببركة ورزق، وربنا بيزيدها علينا رزق والله، وهتلاقي سبحان الله بيتك مليان بالبركة. والحمد لله يا رب العالمين. زي ما ماما بتقولي دايما، بتقولي ايه يا بنتي؟ لمي النعمة عشان تلمك. فانا بصراحة انا ما كنتش بشيل اكل نهائي. انا كنت واحدة من الناس، كنت معظم اكل لو اتبيت ما كناش بناكله خالص، لكن لا، بصراحة استحرمتها. فقلت حرام. وحتى انا سمعت الشيخ بيتكلم على حكاية الاكل اللي بيترمي وكده، فبصراحة من ساعتها وانا برميش فتفوتة عيش اصلا. فالحمد لله واتقضت على خير، وكانت اكلة زي الفل يا حبايب قلبي. وكان عندي شوية رز حباية وحباية، فطبعا قضيتها برضك. وكان شويه مخلل كده وحبه عيش وعسل عسل. قلت بقى اغسل معاكم كده شويه الطبقين كده. ما تنسونيش بس انتي في اللايك والاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. ولو انتي لسه جديده في القناه انزلي اشتركي لي فيها عشان تنوري لي قناتي. بصي بقى الفيديو ده انا عايزه لايكات كتير كتير كتير، لاني فعلا الفيديو ده انا تعبت فيه جدا جدا جدا. بصي غسيل المواعين في الاول الميه كانت شغاله والدنيا تمام، وكنت بغسل وعسل قوي. فجاه بقى لقيت الميه وراحت قطعه. فروحت بقى مكمله، كنت شايله ميه ورحت مطلعاها، وبقيت كل شويه اصب لنفسي واغسل الطبقين واغسل كل دوت. والله العظيم فعلا تعبت حرفيا. فما تنسونيش بس انتوا في اللايك للفيديو، علشان فعلا بجد تعبت فيه جدا جدا. طبعا بقى غسلت طبعا الحوض، وغسلت الصينيه اللي انا كنت حاطه عليها الاكل وكل دوت وطبعا انا برضو كنت ماليه من الميه، وبقيت باخد من الميه وراح غاسله حاجتي، والحمد لله خلصت. والحمد لله. ما تنسينيش بس انتي في اللايك والاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. ولو انتي لسه جديده في القناه انزلي اشتركي لي فيها، ويا رب يكون ضيفه خفيفه على قلبك والفيديو يعجبك، امين يا رب العالمين. فده دلوقتي ده الفيديو بتاعنا وكده، يا رب يكون يعجبكم يا رب العالمين. على كل متابعيني، وتسلموا لي يا حبايب قلبي على كل كلمه بتقوليها لي، واسيبك في رعايه الله.